السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الهنا عليكم حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله النهاردة حبايب قلبي هنعمل كده وصفة جميلة للفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. حطينا لهم فطره، وإن شاء الله بإذن الله هعمل لهم زي ما انتم شايفين كده. معايا باكو خميرة اهوت، خميرة فورية. هنحط لهم كده ايه في سقاية المية اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبها بس كده اهو. زي ما انتوا عارفين انا لسه ما عملتلهمش اي وصفات ولا اي حاجه خالص. يعني من يوم ما هم يجوا بسم الله ما شاء الله كده، ربنا يبارك يا رب لنا ولكم، ماشيين معايا زي العسل وزي القشطه. فما حطيتلهمش اي حاجه بصراحه. قلت النهارده بقى ان شاء الله باذن الله نعمل لهم كده ايه الاسبوعين اللي لسه فاضلين ده هم، او ال10 ايام ده هم، ان شاء الله باذن الله نحط لهم ايه كل يومين كده وصفه كده ايه مضاد حيوي نوبي، على حاجات برضه تزود الوزن معايا. فان شاء الله باذن الله النهارده الخميره انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله فايدتها يعني كبيره جدا جدا للفراخ. انتوا عارفين انا على طول الدورات بتاع الفراخ بتاعتي الخميره دي بحطها لهم من اول ما يبتدوا في ال 25 يوم كده. بحط لهم ايه 3 4 مرات كده قبل ما بذبحهم. ليه؟ اما بتيجي تذبحي الفرخه بتاعتك وهي حاطه لها خميره، بسم الله ما شاء الله بتلاقي اللحم بتاعها ابيض زي الشمع. بسم الله ما شاء الله كده زي البافته البيضه. من ناحيه تانية يا حبيب قلبي اللي بتزود معاكي الاوزان. يعني الفراخ كده كده بنطره بعد الشهر، بس دي بتخلي الفراخ معاكي تشتغل اوزان معاكي. بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا. بس اهم حاجه اما بتيجي تحطي الخميره يبقى الفراخ بتاعتك ما عندهاش اي انواع من انواع الاسهالات. لازم ولابد قبل ما تحطي الخميره في العلف او في الميه ما يكونش فيه اسهالات عند الفراخ بتاعتك. ليه بقى؟ لان الخميره لو في اسهالات حتى بسيطه هي بتزود الاسهالات دي. لو عندك اسهالات بسيطه بتعالج الاسهالات الاول، زي ما انا كنت قايله لكم في الفيديوهات اللي فاتت برضو. لما يكون في اسهالات ولا حاجه بنحط لهم مثلا ايه معلقتين نشا على العلف، بنقلب لهم معلقتين نشا على العلف. المهم بتعالجي الاسهالات الاول وبعد كده بنحط لهم الخميره. يعني الخميره دي ما بتكونش محطوطه يا حبايب قلبي الا ما يكون الفراخ بتاعتك بسم الله ما شاء الله التصويره بتاعتهم جامده وما عندهمش اي انواع من انواع الاسهالات. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي فطروا معانا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا وليكم يا رب. ومعانا برضه البط بتاعنا طلعناه على السطح اهوت. كان في شويه عكاويس كده فايده تحت عندي جبتها لهم، وحطيت لهم كيلو علف. بسم الله ما شاء الله نسفوا كل العلف على طول اهو، وراحوا بقى ياكلوا في ايه في البواقي الاكل اللي انا جايبها لهم. النهارده الشمس زي العسل والجو جميل وكنسين ومنضفين اهوت. وحطيت العروق على الاوضه اهوت. ان شاء الله باذن الله مستنيه بس السيده اما تيجي نحطها ونشوف هنعمل ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله، ويجعل صباحكم زي الهنا وزي القشطه يا رب. الفراخ بتاعتنا يا حبيب قلبي هقفل معاكم بس كده اما احط لهم الميه كده يا حبيب قلبي. حطينا لهم ايه باكل خميره. هو الباكو بيبقى فيه يعتبر معلقتين، فعلى السقايه دي كده عظمه. يعني السقايه دي كده بسم الله ما شاء الله الباكو يبقى ايه حلو عليه. فراخنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله عسل عسل عسل. وبقى لهم يجي كام يوم اهو، يجي 3 4 ايام اهو بياكلوا في العلف اللي هو الخشن اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. وال10 ايام اللي متبقيين لهم ده هم يعدوا معانا على خير كده، وناخد احلى الاوزان زي الدوره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. نطلع اللمبه دي بس كده شويه. الفراخ بتبقى تفط كده في البوكسي فبتكون اللمبه ايه واقعه شويه بالسلك، فلازم تبقي رافعه اللمبه شويه عنهم بحيث كل ما الفراخ بتكبر معاكي يعني بتبقى حركتهم زياده، فبتبقى ايه بعد عنهم ايه اي حاجه يعني قريبه منهم لمبه ولا حاجه لا يوقعوها فوقهم ولا كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله يعني يعتبر 3/4 او اكتريه الفراخ بتاعتنا الدورات ديوك زي ما انتم شايفين كده. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. اهو شايفين العرف بتاعهم يا جماعه، وشايفين وشهم بسم الله يعني احمر زي العسل ازاي اهو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله.
فدي كانت النهارده الوصفه بتاعتي معاكم النهارده حبايب قلبي، الخميره. بس زي ما انا قلت لك شرط، اللي قبل ما تحطي الخميره يكون الفراخ بتاعتك او الطيور بتاعتك ما عندهاش اي انواع من انواع الاسهالات. في اسهالات تعالجي الاول الاسهالات زي ما انا قلت لك، بعد كده تبتدي تحطي لهم يا حبيبه قلب الخميره، لان الخميره فوائدها كبيره جدا جدا جدا، وبتخلي الفراخ معاكي تشتغل اوزان عاليه من ناحيه، ومن ناحيه تانيه بقول لك بتيجي تذبحي الفراخ كده بسم الله ما شاء الله، بتلاقي جبتهم زي البفته البيضاء. البط بتاعنا فطر اهوت بقى وبيشرب ميه كده، وكتر له الميه النهارده، انتوا عارفين البط بيحب يترطف في الميه يعني. صباحكم زي الهنا وصباحكم زي القشطة حبيب قلبي، واجعل ايامنا كلها خير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا رب، انصر اخواتنا في فلسطين عاجلا غير اجلا يا رب العالمين، وارحم ابويا وامي وامواتنا وامات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. بفضل فاتحه لهم الباب كده حبيب قلبي، مادام الشمس داخله عليهم كده، بفضل فاتحه لهم كده باب البوكسه كده طول النهار، طول ما انا قاعده يعني. ما باجي بنزل بقى بقوم قافله عليهم، خوفا من اي حاجه يعني قطط او اي حاجه، فالواحد يبقى واخد باله برضه. البط بتاعنا ملا الحصاوه بتاعته بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في دوره البط معاكي النظافه تحته، ودايما تبقي مش شايفين الحته اللي بات فيها، ما بحطش فيها ميه خالص 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 ولا علف، طول النهار برطوا كده على السطح، وببيتهم في النشف، يعني يكونوا بايتين في النشف. ليه؟ عشان ما فيش بط، يعني البط بيبقى يركز وكده من الساعه وكده، ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. دي الحاجه اللي الواحد بيبقى يخاف منها، البط يركز برجليه. فدايما على طول تبيتون في حته ناشفه، لو حتى طول النهار برطوا ميه كده بتبيتون في حته ناشفه بقى، يبقوا نايمين طول الليل في حته ناشفه كده. دي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبيب قلبي، ودي كان يوم معاكم النهارده. رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم، ما كنتش بتقل عليكم. وانتظروا مني بقى ان شاء الله باذن الله كل يوم فيديو كده عما الدورات بتاعتنا تطلع ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب، وما يخسرش تعب حد، ويجعل ايامنا كلها هنا وفرح يا رب ان شاء الله باذن الله. وارحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.